عبد الحق الهاشمي، اطار عالي من داخل الساحه الميدانيه الاطر العليا المعطله 2011. تحيه نضاليه عاليه لكافه اطر مناضله من داخل شوارع الرباط والمجازة، كذلك المجد والخلود لكل معتقلين السياسيين الأطر الذين تم الزج بهم من داخل سجن العار، سجن الزكي، لا لشيء لتهمة البطالة والمطالبة بالشغل. نتواجد بهذه المسيرة التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل صون كرامة وحرية الشعب المغربي، وكذلك اختار لها عنوان مناسب، عنوان مسيرة الغضب، مسيرة الربيع الأسود. فعلا الحكومة عبد الله بن كيران تراجعت بشكل خطير وغير مسبوق في تاريخ المغرب على كل مكتسبات الشعب المغربي، ونتواجد كذلك كأطر عليا معطلة نندد بكل الاعتقالات التي تتعرض لها الأطر العليا المعطلة والمجازة من داخل شوارع الرباط، رغم أننا نخرج في مسيرات سلمية نطالب من خلالها بإنصافنا وبالشغل الذي هو بمثابة الطريق الأساسية لكرامة الإنسان. فلماذا أن الشعب المغربي، أن الحكومة المغربية في ظرف وجيز في أسبوع واحد تتوافق وبكل المواثيق الدولية على حفظ كرامة حقوق الإنسان، إلا أنها في نفس الأسبوع تعتقل أطر مطالبة بالشغل وتزويج بالمسؤول؟ من هنا نطالب فوريا بصراح المعتقلين وإنصاف الأطر العليا المعطلة والمجازة التي ناضلت لمدة 3 سنوات من داخل شوارع الرباط، وما هي إلا عار وبصمة عار على جبين حكومة عبد الله بن كيران. كما نطالب بأن هذه الحكومة يجب أن تنسحب، يجب إسقاط هذه الحكومة. لماذا؟ للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي. وتحية مجددا لكل الأطر المناضلة والغيورة على حقها العادل والمشروع، وتحية للمعتقلين الذين زجوا بالسم. ولن نتراجع أبدا 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 كيفما تكون الأحوال عن إطلاق سراح المعتقلين وعن تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. وتحية نضالية.